الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال عنه الإمام أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمانه أقرأ عندي منه. قالوا نرتله ب7 أحرف، أكرم بجمع مثقل الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الأحبة، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها نحن ولقاؤنا بكم يتجدد على مائدة القرآن العظيم، لنفتح صفحة من صفحات المجد مع إمام قل نظيره. إنه الإمام الكبير والأستاذ الشهير، شيخ الإقراء بالشام وإمام مسجد دمشق. كان له حظ وافر من العلم والفضل، فقد تلقى القراءات من معينها الصافي ومن جهابذتها، فقرأ على أيوب ابن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر الشامي، كما قرأ على الإمام الكسائي، وأخذ أيضا الحروف عن إسحاق المسيبي عن نافع وغيرهم. وقد صنف كتابا في القراءات، وقيل أنه من أوائل من صنف في القراءات، وكتابه سماه أقسام القرآن وجوابها، وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه. قال عنه الإمام أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمانه أقرأ عندي منه. وقال هو عن نفسه: أقمت على الكسائي 7 أشهر وقرأت عليه غير مرة. فهل عرفتم إمامنا هذا من يكون؟ إنه الإمام عبد الله ابن أحمد ابن بشر ابن ذكوان أبو عمرو القرشي الفهري الدمشقي، إمام أهل دمشق ومقرئهم وعالمهم، وهو معروف بعبد الله بن ذكوان أو بابن ذكوان. ولد الإمام ابن ذكوان بدمشق سنة 73 و100، وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر، وهو الذي خلف أيوب بن تميم في قراءة ابن عامر بدمشق. وقرأ أيضا على الكسائي قراءته، يعني قراءة الإمام الكسائي، كما أخذ عنه رواية شعبة أبو بكر بن عياش عن عاصم. وأيضا سمع الحروف عن إسحاق المسيبي عن نافع. هذا إسحاق المسيبي الذي سمع منه ابن ذكوان كان رجلا زاهدا عابدا كثير العلم، أخذ القراءة عن نافع، وكان مجاب الدعوة، حتى قال العلماء أنه من أراد أن تجاب دعوته فليقرأ بقراءة إسحاق وليدعو الله عز وجل. وروى القراءة عن ابن ذكوان أبو عبد الله هارون ابن موسى الأخفش، ومحمد بن موسى الصوري، ومضر ابن محمد الضبي وغيرهم. توفي الإمام ابن ذكوان رحمه الله تعالى سنة 73 و100 يوم الاثنين أواخر شهر شوال، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وها نحن نتعرف على قراءته، أي رواية الإمام عبد الله بن ذكوان لقراءة ابن عامر من طريق هارون ابن موسى الأخفش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه كانت رواية الإمام ابن ذكوان من طريق هارون بن موسى الأخفش. وفيها أولا الإمام ابن عامر في روايتيه له البسملة بين السورتين وله السكت بين السورتين وله الوصل بلا بسملة، وأيضا له في المد المتصل والمنفصل التوسط يعني 4 حركات. ومر معنا ها هنا إمالة جاء وشاء لابن ذكوان، كما له أيضا إمالة زادهم قولا واحدا الأولى التي في سورة البقرة، وسواها له الإمالة والفتح، وغير ذلك من ما روي عن الإمام ابن ذكوان رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان.